مساء الخير، ازيكم؟ طبعا ده اول فيديو انا نزلته عن ازاي تفرزي البطاطس لرمضان ولطول السنة من غير ما طعمها ولا لونها يتغير معاكي وهتطلع مقرمشة جدا. طبعا الفيديو ده جاب تفاعل كبير جدا الحمد لله. لكن في ناس كتير جدا دخلت سألتني ازاي نقليها او النتيجة بتاعتها هيبقى شكلها ايه بعد التفريز. فانا عملت لكم الفيديو ده هقلي معاكم فيه البطاطس وهنشوف النتيجة مع بعض اكتر من رائعة. تعالوا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. لكن يا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات على الكل. يا ريت كمان لايك وشير للفيديو. وتعالوا اول حاجة كده مع بعض نشوفها ازاي هنقلي البطاطس والنتيجة اللي هناخدها، وبعدين هوريكم برضو طريقة التفريز مرة تانية. يلا بينا نسمي الله ونبدأ. شوفوا كده يا بنات، دي البطاطس بتاعتنا بعد ما فرستها كده وسبتها كام يوم في الفريزر. شايفين متجمده معانا خالص اهي. هنبدا نقليها دلوقتي مع بعض ونشوف النتيجه اللي احنا هناخدها منها ايه. تمام. هتجيبي اي كمية بطاطس انت حابة تفرزيها وهنبدأ نقطعها بطريقتين. الطريقة الاولى الطريقة اليدوية اللي كلنا عارفينها، هتقطعي الصوابع للحجم اللي انت حباه. اما بقى الطريقة التانية هنجيب معانا هنا قطعة البطاطس، ودي هتنجز معانا جدا وهتديكي صوابع متساوية. فالطريقة اللي انت حباها تقدري ان انت تشتغلي بيها. واضح هنا طبعا قطعة البطاطس انا بستخدمها ازاي، وهعمل لكم او عملت فيديو منفصل ازاي تستخدميها بالطريقة الصحيحة، لكن بصراحة انا لسه ما نزلتوش. تمام. فانا شايفة ان قطعة البطاطس حلوة جدا عشان هتديكي صوابع كلها متساوية وكلها نفس السمك. خلاص كده بنات. طبعا قطعنا هنا البطاطس صوابع، وهنبدأ هنا كمان نقطعها لمكعبات علشان لو حابة ان انت تطبخيها او حابة برضو ان انت تحمريها مكعبات زي كده. على فكرة بتبقى حلوة جدا من غير ما تسلقيها، يعني بتقطعيها زي كده بتشيلها في الفريزر او بالطريقة العادية بتقطعيها وتبدأ ان انت تقليها على طول في الزيت، بيبقى طعمها حلو جدا. فانت قطعيها بقى مكعبات بالطريقة اللي انتي حباها او بالطريقة اللي انتي متعودة عليها. تمام. بعد ما خلصنا بقى كمية البطاطس اللي احنا عايزين نفرزها، قطعنا المكعبات وقطعنا الصوابع، حطيناها في مية وركناها على جنب. طبعا بنحطها في مية علشان لونها ما يغيرش. وهنبدأ بقى نجهز معانا للخطوة التانية. حلة على النار، حطيت فيها كده مقدار من المية وسبتها كده علشان تغلي معايا. واول ما بدأت تغلي معايا ضفت ليها يا بنات نص فنجان من الخل. ده فنجان قهوة، فنجان صغير. هتضيفي نص خل بالظبط للميه. الخل هنا هيساعد ان لون البطاطس ما يغيرش معاكي، وكمان هيساعد انك تفرزيها اطول مده ممكنه، وكمان هيساعد بعد كده ان انت بعد ما تطلعي البطاطس من الفريزر وتيجي تقليها هيديكي قرمشه عاليه جدا للبطاطس بتاعتك. طبعا هنا الميه اول ما بدات تغلي معايا خلاص هبدأ انزل بمقدار البطاطس اللي عندي، ونزلت طبعا بالبطاطس الصوابع الاول. طبعا هعمل كل نوع لوحده.
فهنا هنزل بقى بمقدار البطاطس اللي عندي، وبعدين هسيبها بقى لحد ما تغلي كده. انا مش هسلق البطاطس، انا عايزة بس المية تفور على البطاطس 3-4 مرات، يعني تخليها حوالي 3-4 دقايق كده على النار. المية بتفور وبتغلي عليها، وخليكي حريصة جدا ان هي ما تتسلاش معاكي علشان ما تبوظيش الدنيا. يعني احنا هنطلعها من المية بطاطس صحيحة متماسكة كده ماسكة نفسها، علشان نقدر ان احنا نفرزها وتطلع معانا بالطريقة الصحيحة او الطريقة اللي احنا عايزينها. خلاص يا بنات، 3-4 دقايق كده، 3-4 فرات بس كده من المية عليها. شوفوا كده بقى شكلها معايا وانا بطلعها، بصوا ماسكه نفسيها، ما اتسلقتش ولا اتهرت معايا. خلاص ده الشكل اللي انا عايزاه. طبعا هنا حاطه مصفى جنبي، وحاطه المصفى على طبق طبعا علشان ابدا ان انا اخرج البطاطس بتاعتي، واي ميه بقى هتسقط منها ولا حاجه تنزل في الطبق عندنا علشان ما نبوظش الدنيا. كلنا طبعا كستات بيوت عارفين الكلام ده كويس جدا. خلاص هنطلع بقى المقدار اللي عندنا كله، وبعدين هنشوف هنعمل فيه ايه تاني. وبعد بقى ما خرجنا كل كمية البطاطس اللي احنا عملناها، هنقوم جايين واخدينها وهي لسه سخنة كده، وننزل عليها بمية باردة علشان نعمل لها صدمة. وبرضو الخطوة دي بتساعد ان البطاطس تفضل محافظة على لونها. فوطة بقى كده، وبعدين تبدأي تنشري عليها البطاطس او توزعي عليها البطاطس طبعا علشان نتخلص من اي مية في البطاطس، بحيث ان احنا نفرزها وهي ناشفة تماما، وتكوني سبتها في المصفى كمان حوالي 5 دقايق تنزل اي مية زيادة فيها. خلاص يا بنات، هنا برضو عملنا البطاطس المكعبات بنفس طريقة البطاطس اللي احنا عملناها في البطاطس الصوابع، بنفس الطريقة يا بنات. برضو اخدناها غسلناها تحت المية الباردة ونشرناها على الفوطة، وجبنا اكياس التخزين بتاعتنا، وبدأنا ان احنا نحط في كل كيس كده على قد القلية بتاعتنا، ونستنى لما البطاطس تبرد تماما طبعا قبل ما ندخلها في اكياس التخزين، او ان احنا ندخلها الفريزر. يعني بنحطها في الاكياس وهي باردة تماما معايا. طبعا كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا، ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. مع الف سلامة، باي باي. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. عايزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا، وبتمنى ان انا اقدم لكم احسن ما عندي علشان كلنا نستفيد مع بعض كستات بيوت. ان شاء الله نتقابل في وصفات تانية كتير. منتظرة دعمكم ليا وللقناة، واقول لكم مع الف سلامة وباي باي. هتجيبي اي كميه بطاطس انت حابه تفرزيها، وهنبدا نقطعها بطريقتين. الطريقه الاولى الطريقه اليدويه اللي كلنا عارفينها، هتقطعي الصوابع